انا هنا برد على الناس اللي بتتهم الاهلي جزافا ومنهم طارق السيد. ايوه كده يا وديع. يعني عيب كابتن من كباتن نادي الزمالك لما يطلع يتهم النادي الاهلي بسرقه شعار الاهلي بمن حضر، وازاي الاهلي بمن حضر انت مسروق. ايوه كده يا وديع. كل ده عشان كسبته كهرباء الاسماعيليه. ده ما حدش كسب الزمالك قد الاهلي. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش. لو جيت للتاريخ عبد الله، الاهلي والزمالك لعبوا 131 مباراه، الاهلي كسب الضعف. لو جيت للتاريخ عبد الله، لعبناهم في افريقيا 9 مرات، الاهلي كسب 6 والزمالك ما كسبش ولا مباراه. مش عايزك كده ها، اجمد لسه اللي جاي جامد. لو جيت للسوبر، الاهلي لعبهم 10، الاهلي كسب 8 وخسر 2. لو جيت للكاس، الاهلي لعبهم حوالي مش عارف 17 مباراه او 33 مباراه، الاهلي كسب 17 و11. يلا هنعمل ايه؟ حتى في دوري القاهره كسبناه. التاريخ انت ما تقللش من النادي الاهلي، فلما تيجي تقلل انا دوري كايه؟ كراجل محلل وراجل ناقد رياضي انتقد تقليلك للنادي الاهلي. لا اله الا الله. انا ولا قلت شعار الفن والهندسه عبد الله اصله اهلي، ولا قلت ده مسروق، ولا قللت من الزمالك، ولا قلت نادي الوطنيه ده نادي الاهلي. اصلا الاهلي اتخلق عشان يحارب الانجليز، ومعروف انتوا خدتوا نادي الوطنيه، ما حدش بيتكلم، لكن تتهم النادي الاهلي بس طيب. بالثقه. اسلامي ده نجم من نجوم الزمالك، فلو لازم يحترم الناس ولازم تحترم النادي الاهلي. انا بحترم نادي الزمالك، انا ولا قلت فاروق جعفر قال كذا، ولا قلت كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه قال ايه في افريقيا، لان ده بيقلل من قيمه الزمالك، ولا قلت رئيس النادي قال ايه على ترابيزه ايه جوه النادي، ولا ما قلتش، ماليش علاقه. كل ما انا نطقته حرفا هنا في الاستوديو هم اللي بيقولوه. يعني رئيس النادي اللي اتهم رؤساء سابقين بطاوله قمار داخل النادي، رئيس النادي اللي قال لك مش انا ما قلتش. كابتن فاروق جعفر الله يرحمه قال لك احنا كنا بنودي الحكام مش عارف فين في بورسعيد، انا ما قلتش، انا بننقل لك صوره. لكن يا طارق السيد، جمهور الاهلي كبير والنادي الاهلي اكبر من اي حد.